وان هو كان عدو لهم في الاجزاء اللي فاتت. وريكارد بيكون مفكر ان هما جايين عشان ينتقموا منه، وهان اللي هو فرد من الفريق بيعرفهم ان هو اللي هيدخل بس. وريكارد اول ما بيشوفه بيحصل بينهم عركة، لكن هان بيحاول يفهمه ان هما لهم دلوقتي شخص واحد عدو لهم كلهم. ريكارد بيقتنع وبيبدأ يفهم، والمعركة بتهدى. وبعدها بيقتحم المكان عربية من الوكالة وبيبدأوا يتقاتلوا معاهم، وبيكون عددهم كبير وأصدقاء دوم بيحاولوا يفتحوا الباب والقتال شغال جوه. ولما بيفتحوا الباب بيكونوا قضوا عليهم كلهم. وبنرجع لدوم اللي بيكون وصل لمقر الشرطة العسكرية اللي ظهر في الأول، اللي سرقوا منه الخزنة قبل كده. وبيلاقي شاشات كتيرة فيها صور ليه ولعائلته وأصدقائه. وبيرن تليفون وبيرد دوم، وبنلاقيه دانتي بيقوله إنه هينتقم منه لأنه السبب في موت أبوه، واللي هيخليه يتحرم من عيلته كلها زي ما عمل معاه. ودوم بيعرفه إن هو هيواجهه، ودانتي بيقوله إنه هيتفاجئ من اللي هيحصل فيه. ودانتي بيكون بيبص على أوضة ظهرت فيها بنت، وبنعرف إن البنت دي اللي هي كانت معاه في السباق. ودوم في الوقت ده بيكون وصل عنده رئيس الوكالة وبيقبض عليه. والمشهد اللي بعده بنشوف زوجة توم في مكان بتحاول تهرب منه، ولما بتطلع بتلاقي كل المكان تلج وبترجع تاني. وبنشوف الفريق بتاع دوم وصديقهم القديم في الوكالة، وبتفتح اللاب بتاع البنت وبنلاقي إن كل فلوسهم وزعوها على المرتزقة عشان يقتلوهم. وهنا ريكارد اللي بيلاقي صورة أمه من ضمن الناس المفروض يتقتلوا، فبيدخل يجهز أسلحته كلها. وبنرجع لدوم وهو مقبوض عليه، ورئيس الوكالة بيكون